طبق اختي نظام الصيام المتقطع والوزن ديالك ما كيهبطش. هذه هي الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الاغلبيه ديال الناس. غادي نهضروا فيها في هذا الفيديو، غنفصلوها وغادي نشرحوها، وغادي نعطيك في خلاصه الفيديو مجموعه ديال النقاط اللي خصك تعقلي عليها. الا عقلتي وطبقتي كوني على يقين ان من هنا لقدام غادي تلقاي واحد الفرق اللي هو كبير في الميزان ديالك، واكيد غيعجبك الحال. ولكن قبل غنقول لك السلام عليكم لا فامي، نهار جديد وفيديو صحي جديد. شفتي اختي العنوان ديال لا فيديو، شفتي المينياتور ودخلتي دونك راك مهتمه بالصيام المتقطع، انقاص الوزن، مرحبا بك معايا في هذا الفيديو هذا. حنت كيوصلوني بزاف ديال الاسئله كتوصلني اما في الكومونتيرات وكنلقاكم كتلايكيوها وكتعجبكم بزاف داك كتبغيوني نجاوب على هذوك لي كومونتير، اولا كيوصلوني في الخاص في الانستغرام. بالنسبه للانستغرام ديالي فالاسم ديالو نفس الاسم ديال القناه، تما البنات كيشاركوا معايا الوجبات ديالهم، سواء انني كنكون انا مبروبوزياها عليكم كيجربوهم وتيعجبوهم وتيشاركوهم معايا، اولا لقاو فيهم شي غلط عاوتاني تيشاركوهم معايا تنقول لهم شنو نقصتو شنو ما نقصتوش، اولا اللي كتبغي تسيبورتا. كنسيبورتيو بعضياتنا تما وتنهضروا وتنتشاوروا مع بعضياتنا في بزاف ديال الامور، وتنسيبورتيو بعضياتنا وتنهضروا مع بعضياتنا. ومع ذلك واخا كنجاوب على لي كومونتير وكنجاوب في الانستغرام، ولكن قررت انني ندير هذا الفيديو بقوه ما كيتطرح عليا هذا السؤال في هذه النقطه هذه بالضبط. درته باش يبقى واحد الجواب عام للجميع اللي غنرجعوا له كاملين. وغادي نقول لك عاوتاني اختي، الا كنتي كتصومي 16 ساعه ولا 18 ساعه اكثر ولا اقل وكتقولي مع راسك علاش الميزان ديالي ما كيتحركش، في هذا الفيديو هذا ليك. بزاف ديال الناس اللي كيظنوا ان مجرد ما كيطبقوا في الحياه ديالهم نظام الصيام المتقطع فهذا الشيء كافي باش ينقصوا به الوزن، ولكن الحقيقه راها مختلفه واحد شويه. هذا الشيء علاش درنا هذا الفيديو، غنهضروا غنفصلوا فيه بزاف ديال النقاط. واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على اشهر الاخطاء اللي كيديروها الناس وما كيردوش ليها البال، واللي ممكن توقف لهم نزول ديال الوزن، مع شي حلول اللي هي بسيطه وسهله. الا ركزتي معايا غتفهمي كل شيء. غادي نحاول انني نتفكر النقاط كاملين المهمه اللي شفتها انا مهمه انطلاقا من التجربه ديالي، والاغلب ديال اولا الاغلب ديالها وانتم عاوتاني عاونوني الا نسيت شي نقطه اولا شي موضوع شفتوه انه مهم، طرحوها في لي كومونتير باش نستافدوا كاملين مع بعضياتنا ونجاوبوا كاملين مع بعضياتنا. ومرحبا بكم. كيف ما كنقول لكم دائما، انا ماشي طبيبه ديال التغذيه، ولكن عندي دي فورماسيون دايراهم، عندي دي زاتيستاسيون اللي اكيد في التغذيه. ولكن دابا انا وحده من كل شيء كنعطيكم معلومات مبنيه على مصادر علميه وتجارب موثوقه، زائد التجربه الشخصيه ديالي واللي نقصت بها 18 كيلو. كنقولها لكم دائما وكنتوا معايا في بعض المراحل ديالها، والهدف هو اننا نستافدوا مجموعين ونشارك معكم هذاك الشيء اللي تعلمت، ما نخبيش عندي نشاركوا معكم كيف ما كنقول لكم. واللي استافد من شي نقطه او لا عارفها وانا مثلا ما ذكرتهاش ولا ذكرتها ياكدها لينا في لي كومونتير. غادي نمشي نقول لكم اول نقطه بالنسبه ليا واللي خاصنا كاملين نفهموها مزيان، هي ان الصيام المتقطع هو ماشي اللي كينقص لنا الوزن، ماشي واحد السحر. هذا اول خطوه. كاين اللي كيقول انا مثلا صمت 18 ساعه كيكون متاكد غادي يهبط في الوزن، النهار اللي تيطلع فوق الميزان وتيلقى الوزن ديالو ثابت او لا زاد كيتصدم. ولكن الحقيقه هي ان الجسم ديالنا كيهبط لينا من الوزن ملي كيستهلك طاقه اكثر من اللي كياكل. وشنا هي الطاقه هما اللي كنهضروا عليهم الصيام، هما حساب السعرات الحراريه. يعني الصيام المتقطع هو غير واحد الوسيله اللي كنعاونوا اللي بعض الناس كيعاونوا بها راسهم باش ياكلوا اقل ويتحكموا في الجوع ديالهم. ولكن هو راه ماشي سحر كيف ما قلت لكم. بمعنى الا صمت انا 18 ساعه ومن بعد كليت سعرات حراريه، سعرات اكثر من الاحتياج ديالي في الوزن، فاكيد ما غاديش نقص في الوزن. هذه حاجه اللي هي باينه. غادي نعاودها باش نفهموها، ان واخا نصوم مثلا 18 ساعه ومن بعد منها غادي ناكل واحد الوجبات او لا وجبه وحده او لا جوج او لا ثلاثه اللي كيكون مجموع ديال السعرات الحراريه ديالهم اكثر من الاحتياج ديالي في هذاك النهار، فاكيد غادي نزيد في الوزن. حاجه اللي هي مفهومه. بالنسبه للنقطه الثانيه، غادي نقول لكم ان الاكل الصحي حتى هو يقدر يزيد لك في الوزن. هاد الجمله هذه بالخصوص ملي كنقولها لبزاف ديال البنات كيتعجبوا، لاحظت انها كتفاجئهم بزاف. أه نبسطها لكم، ان التمر صحي كنا عارفينها، المكسرات او الفواكه الجافه حتى هي صحيه، زيت الزيتون صحي والافوكا حتى هي صحيه، ولكن فيهم واحد السعرات حراريه اللي هي كبيره بزاف، خاصنا نعرفوها. كيف ما كنقول لكم دائما ان هادو مواد اللي هي ضروري خصنا ندخلوهم في النظام الغذائي ديالنا، ولكن باعتدال. غير قلبوا على معلقه كبيره مثلا ديال زيت الزيتون، قلبوا عليها شحال فيها ديال السعرات الحراريه، وغتكون انت اكيد مادام متبع نظام صحي فغتكون عارف الوزن ديالك وهذا، فغتكون عارف الجسم ديالك في اليوم شحال محتاج ديال السعرات الحراريه، وقارن الامر وغتفهمني انا شنو كنقصد.
فكما قلت لكم حتى الاكل الصحي خاصو ضروري يكون بكميات اللي هي مناسبه، ماشي حنت هو واحد الحاجه اللي صحيه نقدروا اننا ناكلو بلا حساب. كنظن هذه النقطة الثانية وفهمناها. كنحاول انني نبسط لكم الامور بواحد الطريقة اللي هي بسيطة، وفي نفس الوقت كندخل شي كلمات عربية، حيت عندي شي بنات مصريات وكيتبعوني ديما تيقولوا لي في الخاص اننا راه ما كنفهموكش ملي كتهضري بالدارجة، ولكن انا ما نقدرش ندير الفيديو كامل، ما نقدرش نديرو غير بالعربية. ما عرفتش، ما كتجينيش، كحاولت وهذا اكثر حاجة نقدر نديرها، فسمحوا لي يا البنات. ثالث نقطة هي البروتين. واحد الايام كانوا بزاف ديال البنات اللي كيشاركوا معايا الوجبات ديالهم، ومن اكثر الاخطاء اللي كنت كنشوفها عندهم هي ان ملي كيصيفطوا لي الوجبه فيها بزاف ديال البطاطا، بزاف ديال الخبز، بزاف ديال الرز، بحال ملي كيكونوا كيوجدوا الوجبه ديالهم كيفكروا ان هذاك الشيء اللي غيشبعهم، وتيزيدوا بزاف، تيديروا الخبز بزاف، تيديروا بعدا الخبز الابيض. مهم بزاف ديال الاخطاء بحال هكا. البروتين كيكون قليل بزاف. وغادي نرجع وغادي نقول لك ان ضمن السعرات، الا كان هذاك الماكله مثلا ملي كتاخذها ضمن السعرات الحراريه ديالك، واخا تكون بطاطا كثيره وهذا فماشي مشكل، يعني راه ما غاديش تزاد في الوزن ضمن السعرات الحراريه ديالك. ولكن عرفتي المشكل فين غادي يكون؟ انك غادي تجوع بالزربه. البروتين كيساعدنا انه يحافظ لنا على العضلات، والعضلات شحال ما كانت كبيره وشحال ما كنا كنترينيوها وانت جالس كتكون كتحرق السعرات الحراريه ديالك. وهادشي كامل كيزيد يدعم لينا العضلات، كيدعمهم لينا البروتين، وكيزيدك الاحساس بالشبع، وكيخليك مادام انك حاسس بالشبع فكيخليك اكثر انك تلتزم بهذا النظام، وغادي يجيك سهل. بالنسبه للبنات اللي ما مجربينش هاد القضيه هذا، كثروا في الوجبه ديالكم البروتين، وشوفوا ديك الساعه الاحساس بالجوع كيفاش غادي يكون عندكم. بالنسبه للمصادر ديال البروتين كلنا كنعرفوها، كاين اللحم، كاين الحوت، كاين الدجاج، كاين البيض، كاين الياغورت الطبيعي. هادو مصادر اللي هي حيوانيه. وبالنسبه للمصادر النباتيه حتى هي كنعرفوها، واللي ما عرفاش نقولوها، بحال العدس والحمص بحال هكا. اسمحوا لي راني مروحه، قبلوا عليا هذا النهار. بالنسبه نمشيو دابا للنقطه الرابعه، كنظن الرابعه، فهي الحركه. بزاف ديال الناس اللي كيسولوني او كيكونوا بحال متاكدين انهم الا صاموا واش ضروري انهم يتحركوا مثلا المشي، او لا مثلا واش ضروري من لاصال ولا. راه بالنسبه للحركه مهمه بزاف وكتعاون بزاف. لاصال واخا راه مهم ما كرهناش، ولكن حنا كنهضروا في هذا الفيديو هذا على الاساسيات البسيطه واللي يقدر عليها كل شيء والمهمه والضروريه في نفس الوقت. لا بغيتي مثلا تلقى واحد النتائج اللي هي كبيره. وكيف ما قلت ان الحركه ماشي ضروري انها تكون صعيبه، خاصك تكون مستمتع وانت كدير داك الحاجه، سواء لا مارش، سواء لاصال، سواء غير حركات في اليوم ديالك وفي الدار ديالك. علاش؟ باش تقدر انك تستمر على هذاك المشي ولا على هذيك الحركه اللي قلت لك اللي كديرها نتايا وتكون مستمتع فيها، وهي اللي قادر ديرها يوميا باش تستمر عليها. فالمشي يوميا حتى هو كيساعد. الصيام عمره ما كيعوض قله الحركه. ماشي ضروري ساعه ديال المشي، ولكن حتى 20 دقيقة أو 30 دقيقة ديال المشي بانتظام فهو مفيد بزاف، خصوصا على معدة خاوية، يعني معده فارغه. يعني باش تفيق حاول انك دير هذيك لاكتيفيتي ديالك في الصباح ونص ساعه من بعد الماكله. غير هاد جوج حوايج الا طبقتوهم لمده شهر فمستحيل ما تشوفش النتيجه، ولكن بشرط المداومه ولمده شهر، على الاقل 5 المرات في اليوم. ورد عليا الخبر شنو غادي تلقى في النتيجه ديال الميزان ديالك. غادي ندوزو للنقطه اللي هي الخامسه، اللي هو السهر وقله ديال النعاس، قله النوم. هاد النقطه هذه كيغفلوا عليها بزاف ديال الناس. كنهضروا هنايا على الهرمونات وامور علميه كبيره عندها علاقه بالجسم ديالنا بلا ما ندخلوا فيها. ولكن غادي نقول لك نقطه اللي هي بسيطه وكيفهمها كل شيء وكيعرفها كل شيء وكيتفقوا عليها. شنو هي اننا ملي كنسهروا ضروري واخا نكونوا معشيين مزيان كيجينا الجوع، وشنو ماكلينا كنبغيو نزيدو ناكلو اكثر، وكتجينا الرغبه في الحلويات والماكله اللي كتكون السعرات ديالها عاليه. مثلا الاكلات السريعه، لي ساندويتش، لي صوص، كاع داكشي بنين شحال ما كليتي كتبغي تعاود تزيد تاكل. هادشي علاش الصراحه ان النعاس الكافي ويا ريت يكون في الوقت المناسب ديالو فهو جزء مهم بزاف هذه الرحله هذه ديال انقاص الوزن. غندوزو للنقطه السادسه وهو التوتر. لا كنتي ديما مضغوط نفسيا فاكيد غتلقى راسك كتاكل بزاف اولا كتاكل بلا ما تحس، والتوتر كيأثر ضروري في العادات اليوميه ديالك، واخا تبغي تلتزم ما غيخليكش تلتزم. وحتى على الجوده ديال النوم.
وهذا الشيء علاش الاهتمام بالحاله النفسيه مهمه بزاف، بحال الاهتمام بالاكل خصوصا في هذه المرحله هذه. غادي ندوزو لاخر نقطه وهي السابعه، الميزان ما عمره ما كيحل لينا القصه كامله. غتقولوا لي كيفاش؟ غنقول لك كاين ايام اللي الميزان ما كيهبطش نهائيا، وهذا عادي. كيكون عندنا احتباس ديال الماء على حسب شنو كليتي، وبزاف ديال الحوايج. لو بغيتو هذه النقطه هذه نقدروا نديروا ليها واحد لا فيديو كيفاش كيتحبس لينا الماء في الجسم ديالنا وداكشي. كاين الدوره الشهريه بالنسبه للنساء، كاين كميه ديال الملحه اللي كليتي، وحتى التمارين الرياضيه اللي كيخدموا بزاف الميسكل ديالهم، اللي دايرين لاصال ولا حركات في البيت، ولكن كيخدموا بزاف الميسكل ديال لو كور ديالهم. فهاد الشيء كامل كيقدر انه ياثر لينا على الرقم ديال ملي كنطلعوا فوق الميزان. هاد الشيء علاش ما عمرنا ما نخليو ان الرقم ديال نهار واحد يحبطنا ويخلينا ما نستمروش. فضروري خصنا اننا نراقبوا المقاسات ديال الحوايج ديالنا. مثلا هاد الحاجه كيفاش كانت كتجيني ومن بعد كيفاش ولات كتجيني، النشاط ديالنا، الجسم ديالنا، الخمول، الاحساس بالطاقه. هذا الشيء كامل كيخليك تعرف راسك واش غادي في الطريق الصحيحه ولا لا. غادي نلخص كل شيء اللي قلنا في هذا الفيديو هذا، نحاول انني نلخصه لكم في واحد الاسئله، عقلوا عليهم وطبقوهم. لكن عندك الوزن ديالك واقف، ما تستسلمش مباشره. غتسول راسك هاد الاسئله هذه، وهاد الاسئله مهمه. اول حاجه غتسول راسك واش كتراقب السعرات الحراريه ديالك في اليوم، هذه اول نقطه. غادي تسول راسك واش كتاكل البروتين الكافي في اليوم، واش كنتحركوا، واش كنعسوا مزيان، واش كنشربوا الماء. والاهم من هذا الشيء كامل وهو واش حنا صابورين على الجسم ديالنا وعلى الصحه ديالنا. اكيد هذا الوزن الكبير ما جيناش واكتسبناه في نهار ولا يومين ولا شهر ولا حتى عامين. الوزن الكبير كيكون خدم لنا سنوات. هذا الشيء علاش خصنا نكونوا صابورين على الجسم ديالنا باش نسترجعوا الصحه ديالنا، وفي نفس الوقت هذاك الوزن اللي حنا باغينه غنكونوا مرتاحين فيه صحيا قبل من حوايج اخرى ونفسيا. اكيد غادي نبغي نقول لك ان تغيير ديال عاده صغيره كل اسبوع افضل بكثير من تغيير ديال كل شيء مره واحده ونرجع كيف كنت من جديد. بزاف ديال البنات اللي تيقولوا لي هاد الحاجه كيجوعوا بزاف، كيديروا واحد النظام قاسي، ومن بعد منها كيرجعوا ياكلوا كل شيء دغيا كيملوا. اللهم نغير حاجه بسيطه في كل اسبوع ونزيد عليها مره اخرى ونزيد عليها مره اخرى، وحنا غاديين درجه درجه حتى كنرجعوا للطبيعه ديالنا والجسم ديالنا كنقيو وكنرجعوا مزيانين في صحتنا، والوزن ديالنا كيهبط احسن ما اننا نقطعوا كل شيء. غادي نكونوا وصلنا تقريبا للنهايه ديال الفيديو. واحد الفيديو خفيف ظريف، سمعوا مره وجوج مرات باش تفهم النقط الاساسيه اللي فيه وتطبقها بواحد الطريقه اللي هي سهله. امور بسيطه ولكن مهمه بزاف. لا طبقتيها كلها اكيد غيبان لك واحد الفرق اللي هو كبير خلال واحد الشهر على ابعد تقدير. لا عجبك الفيديو خلاك تفهم الصيام المتقطع بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، ما تنساش تخلي لي لايك وشارك الفيديو مع اي واحد كيقول لك انا كنصوم ولكن الوزن ديالي ما كيهبطش. وكتب لي في التعليقات شنو اكثر حاجه حسيتي بها ذكرناها وهضرنا عليها وحسيتي بها انها كانت كتوقف التقدم ديالك. يمكن يكون هذا التعليق اللي غتكتبه سبب كيساعد واحد الشخص واحد اخر باش يبدا من جديد. كيف ما كنقول لكم دائما ما تنساونيش من لايكاتكم، كومنتيراتكم دائما كتحفزني. الى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.